يوسف بلقر من الأردن. من المؤسف أن الموقف السعودي والعربي أنظمة وشعوبا كان وما يزال صامتا على مجاز آل الأسد في سوريا، ولولا الموقف التركي مشكورا والذي خرج عن هذا المنهج المتواطئ لكان الشعب السوري لا يجد مكانا يفر إليه. أما الموقف السعودي والذي يكيل بمكيالين يقف متفرجا كغيره من بقية الدول العربية، فهذه المواقف تقشعر له الأبدان. فسكوت السعودية وصمتها على ما يجري من أحداث إنه الصمت العار على غزوات القادة المجرمين على شعوبها، وكل هذا ببساطة متناهية لأنها تريد أن تبقي هذه الأنظمة مهزوزة ومجرمة في نظر العالم، ويسهل الضغط عليها متى أرادت. ومن ناحية أخرى لا تريد هذه الأنظمة الخروج عن مطالب إسرائيل، ودليل ذلك لم تخرج تظاهرة واحدة مؤيدة للشعب السوري. فلماذا هذا الصمت العربي؟ إذن كانت هذه وجهة نظر يوسف بلقر من الأردن. مشاركة أخرى وصلتنا من عزيز عيسى وهو سوري مقيم في السويد. تبدو السياسة السعودية كأنها داخلة في حرب ضروس ضد الثورات العربية، حيث نجد هذه السياسة تتسم بالخوف والحيرة والتردد والإرباك، والخوف من أن تطرق رياح التغيير أبواب